الهيئات النقابية، مسؤولو جمعيات وفعاليات المجتمع المدني، ممثلو وسائل الإعلام المختلفة، السيدات والسادة متقاعدي الأمن الوطني، السيدات أرامل متقاعدي الأمن الوطني، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحتفل أسرة الأمن الوطني اليوم بالذكرى 61 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وبهذه المناسبة نرحب بكم جميعا ونشكركم على تلبيتكم لدعوتنا. وخير ما نفتتح به هذا الحفل البهيج آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامع السيد المقرئ مصطفى أمشار، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. صدق الله مولانا العظيم. أما الآن فنستمع لكلمة السيد والي أمن وجدة بهذه المناسبة الغالية، يتلوها نيابة السيد المراقب العام رئيس المصلحة الولائية الإدارية، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد والي جهة شرق عامل عمالة وجدة أنقاذ، السيد القائد المنتدب للحامية العسكرية بوجدة، السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بوجدة، السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة، السيد المدير الجهوي لمراقبة التراب الوطني، السيد رئيس المجلس العلمي المحلي، السيد رئيس جامعة محمد الأول، السادة رؤساء مختلف هيئات السلطة القضائية، السيد نقيب هيئة المحامين بوجدة، السيد نائب رئيس مجلس جهة الشرق، السادة رؤساء الهيئات المنتخبة، السادة رؤساء المصالح الأمنية، السادة رؤساء المصالح الخارجية، السيدات والسادة ممثلو الأحزاب السياسية، الهيئات النقابية، مسؤولو جمعيات المجتمع المدني وممثلو وسائل الإعلام، السيدات والسادة متقاعدي الأمن الوطني، السيدات أرامل وأيتام رجال الأمن، أيها الحضور الكريم، تخلد أسرة الأمن الوطني في هذا اليوم الذكرى 61 لتأسيس الأمن الوطني على يد المغفور له جلالة الملك محمد الخامس طيب الله ثراه، وهي محطة تاريخية زاخرة بالمعاني الوطنية الصادقة نستحضر من خلالها الماضي التليد لتضحيات العرش والشعب، حيث توالت في عهد جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه
العناية الموصولة لتحديث هياكلها وعصرنة مواردها المادية وتأهيل عنصرها البشري لتعيش مرحلة النضج في ظل القيادة الرشيدة لمولانا جلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره، الذي أولى سابغ العطف ووافر العناية لأسرة الأمن الوطني، سواء على مستوى الرقي بالجانب الاجتماعي لموظفيها أو على مستوى تحديث وسائل العمل وبناء القدرات وتأهيل الموارد البشرية. وبهذه المناسبة الغالية تتشرف ولاية أمن وجدة بأن ترحب بكافة الضيوف الكرام، مثمنة حضوركم هذا الحفل ومقدرة مشاركتكم أسرة الأمن الوطني احتفالاتها بذكرى مرور 61 سنة على تأسيسها. أيها الحضور الكريم، لقد حرصت ولاية أمن وجدة في إطار تدبير الشأن الأمني على تكريس مفهوم الحكامة الجيدة تنفيذا لمضامين المفهوم الجديد والمتجدد للسلطة، وكذا تعليمات السيد المدير العام للأمن الوطني، وذلك بتبني مقاربة ترمي بالأساس إلى تعزيز قاعدة الاستباق للوقاية من الجرائم الفجائية والحرص على التواجد الأمني بالشارع العام للتجاوب مع انتظارات المواطنين بمعايير الجودة والنجاعة والفعالية، مستحضرة حجم التهديدات الإرهابية والتحديات الأمنية على الصعيدين الوطني والدولي. وقد تمت بلورة هذه المقاربة وفق نظرة شمولية تراعي خصوصيات الجهة الشرقية وتندرج ضمن 3 مراحل. المرحلة الأولى اعتمدت على تبني مقاربة سباقية، الهدف منها منع وقوع الجريمة والرفع من نسبة صبيب الإحساس بالأمن لدى المواطن، سواء بوسط المدينة أو بالأحياء الهامشية، وذلك عن طريق الانتشار العقلاني والمتوازن لرجال الأمن بمختلف الأماكن التي تعرف توافدا للمواطنين، مع تسخير جميع الإمكانيات البشرية والمادية لتحقيق هذه الغاية. المرحلة الثانية، بعد أن تم تحقيق الهدف المتوخى من المرحلة الأولى، تم اعتماد خطة أمنية مندمجة تروم بلورة الجانب الوقائي والزجري معا، على اعتبار أن هاتين المقاربتين يطبعهم التكامل والتضامن، حيث تم تنظيم عمليات أمنية نوعية تستهدف إيقاف الأشخاص المشتبه فيهم والمبحوث عنهم المتورطين في الجرائم الماسة بالأموال كالسرقات بمختلف أنواعها، وكذا الماسة بالأشخاص كالضرب والجرح بالسلاح الأبيض، إضافة إلى مختلف الأنشطة المحظورة كترويج الأقراص المهلوسة وكافة الممنوعات من مخدرات ومشروبات كحولية وإعداد أوقار الدعارة وغيرها من الجرائم. الغاية منها هو حماية المواطن، على اعتبار أن الحق بالأمن تعتريه قدسية خاصة في جميع الشرائع السماوية والقوانين الوضعية. ولتعزيز هاتين المقاربتين وضمان النجاعة والفعالية المطلوبة، وبعد التماس موافقة السيد المدير العام للأمن الوطني، تم خلق نواة المجموعة المختلطة للتدخل لجروب ميكس انترفونسيون جيمي، تتكون من شرطيين ينتمون لمختلف الوحدات الأمنية التابعة لولاية أمن وجدة، كجهاز ردع يساهم في استتباب الأمن بمحيط الجهة الشرقية وفق برنامج محدد الأهداف روعيت فيه خصوصيات الخريطة الإجرامية لكل منطقة أمنية. المرحلة الثالثة، بحكم الموقع الجغرافي للجهات الشرقية
التي تعتبر واجهة مفتوحة على مجموعة من المعابر والمسالك الحدودية يجعلها غير بعيدة عن مخاطر الجريمة المنظمة عبر الوطنية، خاصة في صورها المتعلقة بالاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير الشرعية، وذلك بفعل تزايد أنشطة العصابات المتخصصة في التهجير السري. ووعيا من مصالح الأمن بجسامة تداعياتها الآنية والمستقبلية على مختلف المستويات، كان لزاما التصدي لها بدون هوادة ومواجهة الجريمة العابرة للحدود التي أصبحت تحديا أمنيا كبيرا على عاتق جهاز الأمن، وذلك عبر تركيز الجهود لاستهداف الشبكات التي لها امتدادات جهوية ووطنية ودولية بتعاون وثيق مع المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني. هذه الاستراتيجية كما وعدنا بذلك السنة الماضية مكنت من تفكيك مجموعة من الشبكات الإجرامية في مدينتي وجدة والناظور التي تتعاطى بالتهريب الدولي للمخدرات بمختلف أصنافها بناء على معلومات دقيقة وفرتها مديرية مراقبة التراب الوطني، نذكر بعضها على سبيل المثال لا الحصر. تفكيك شبكة لتهريب مخدر الكوكايين الخام القادم من أمريكا اللاتينية بطريقة غير مشروعة إلى أوروبا مرورا بالمغرب، وحجز ما مجموعه 250 كيلوغرام من الكوكايين الخام مخصصا لإعادة التدوير من طرف كيميائيين من دولة البيرو، تم تسخيرهما لهذا الغرض للعمل بمختبر سري بتقنيات عالية في إحدى الضيعات القريبة من الشريط الحدودي. تفكيك 10 شبكات إجرامية متخصصة في مجال الاتجار الدولي في الأقراص الطبية المخدرة أسفرت عن حجز أكثر من 786,000 قرص مهلوس، مع ما يحمله هذا الرقم المخيف من دلالات توحي بحجم الجرائم التي تترتب على تعاطي هذا النوع من المخدرات، وكذا السيولات المالية المتحصل عليها عن طريق هذه الأنشطة الممنوعة. تفكيك 3 شبكات إجرامية متخصصة في الاتجار الدولي في مخدر الشيا أسفرت أيضا عن حجز أكثر من 26 طن و80 كيلوغرام من هذا المخدر. هذه الحصيلة تعد مخيفة إذا ما قورنت مع مساحة الجهة الشرقية، مع العلم أن هذا الحجم من المحجوزات لم يتم تحقيقه سابقا، وأن القراءة الأولية لهذه الأرقام توحي بأن الجهة الشرقية كانت تعتبر قاعدة خلفية للجريمة العبر الوطنية، وهذا ما لا نسمح به تنفيذا لاستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني. إن هذه الأفعال الإجرامية تستهدف الاقتصاد الوطني بشكل مباشر على نحو يمكن المتعاطين لها من غسل الأموال المتحصل عليها من هذه الأنشطة المشبوهة واختراق الدورة الاقتصادية والتأثير سلبا عليها. لذلك فإن التصدي لها يعتبر من أولى الأولويات تنزيلا لإرادة السيد المدير العام للأمن الوطني القاضية بوضع اليد على كل أفرادها أيا كانت مراتبهم وأوضاعهم الاجتماعية، ومهما كلف ذلك تحصينا للاقتصاد الوطني من تداعياتها وانعكاساتها السلبية، علما أن مصالح الأمن ستواصل جهودها الدؤوبة في محاربة الجريمة المنظمة وروافدها، وأخص بالذكر جريمة غسل الأموال أيا كانت الطريقة المعتمدة. كانت هذه بعض الخطوط العريضة للاستراتيجية الأمنية التي تم اعتمادها من طرف ولاية عموجة، والتي يحدوها الأمل وتتسلح بالإرادة الراسخة لتطوير خدماتها الأمنية لتكون في مستوى تطلعات المواطنين في ظل القيادة الرشيدة لمولانا المنصور بالله
صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. أيها الحضور الكريم، في إطار انفتاح هذه الولاية على محيطها الخارجي وتفاعلها الإيجابي مع جميع مكونات المجتمع وتكريس ثقافة القرب من المواطنين تنفيذا للتعليمات السامية لسيدنا المنصور بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره، فقد تم عقد سلسلة من اللقاءات التواصلية مع عدة فعاليات مجتمعية تندرج في إطار تبادل الأفكار وطرح التصورات والاقتراحات لمعرفة حجم انتظارات المواطنين في الميدان الأمني أو ما يعرف بالإنتاج المشترك للأمن. وفي سياق موازي تواصل ولاية أمن وجدة حملاتها التحسيسية بجميع المؤسسات التعليمية العمومية منها والخصوصية لفائدة التلاميذ المتمدرسين، الهدف منها ترسيخ مفهوم المواطنة وإشاعة قيم التسامح، إضافة إلى التحسيس بمخاطر المخدرات وخطرها على صحة وسلامة الشباب. أيها الحضور الكريم، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية التي تضمنها خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وأيده بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان في أكتوبر 2016، والذي اعتبر فيه جلالته تدبير شؤون المواطنين وخدمة مصالحهم مسؤولية وطنية وأمانة جسيمة، تعمل ولاية أمن وجدة على تجويد خدماتها المقدمة للمواطنين عبر الاستجابة السريعة لنداءاتهم والتفاعل معها بإيجابية ومسؤولية وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منهم. وفي هذا الصدد سيتم قريبا إحداث دائرة أمنية جديدة بالمدينة في أفق إنشاء مرافق أمنية أخرى في المنظور القريب. أيها الحضور الكريم، نستحضر في هذه اللحظات بكل فخر واعتزاز الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة نصر الله وأيده بتاريخ 30 يوليو 2016 بمناسبة الذكرى 17 لاعتلاء عرش أسلافه الميامين، والذي أشاد فيه سيدنا المنصور بالله بفعالية الأجهزة الأمنية وتضحياتها لحماية الوطن والمواطنين. وأتلو اللحظة فقرات من النطق السامي الذي جاء فيه: وأود هنا أن أعبر لمختلف المصالح الأمنية عن تقديرنا للجهود الدؤوبة والتضحيات الجسيمة التي يقدمونها في القيام بواجبهم الوطني، كما أشيد بالفعالية التي تميز عملها في استباق وإفشال المحاولات الإرهابية التي تحاول يائسة ترويع المواطنين والمس بالأمن والنظام العام. انتهى المقتطف من النطق الرسمي من النطق السامي عفوا. أيها الحضور الكريم، خلال سنة 2016 عقدت ولاية أمن وجدة اتفاقية شراكة مع مجلس جهة الشرق تم بموجبها مساهمة المجلس موقر في تعزيز حظيرة السيارات التي تستخدمها مصالح الشرطة لفائدة المصلحة العامة، كما سيتم توقيع اتفاقية مماثلة خلال هذه السنة لاقتناء حافلة ودراجات نارية وأجهزة معلوماتية ومعدات أخرى. وهنا أغتنم هذه الفرصة لأجدد الشكر للسيد رئيس جهة الشرق على هذه الالتفاتة النبيلة. ولا يفوتني بهذه المناسبة المجيدة أن أتقدم بخالص عبارات الشكر الجزيل إلى السيد والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد لدعمه لهذا الجهاز، كما أتقدم بالشكر الجزيل للسلطة القضائية وعلى رأسها السيد الوكيل العام للملك والسيد وكيل الملك وجميع النواب على مساندتهم وتوجيههم المستمر لضباط الشرطة القضائية الذين يعملون تحت إمرتهم، مما ساهم ويساهم في توفير الظروف المواتية لأداء مهامهم اليومية في أحسن الظروف. وشكر موصول أيضا إلى كل المنتخبين نساء ورجالا
وباقي المصالح الخارجية وفعاليات المجتمع المدني وممثلي وسائل الإعلام وأسرة التعليم ومختلف الفاعلين الجمعويين ووداديات الأحياء السكنية والأندية الرياضية والثقافية. كما أنوه بروح التعاون التي تطبع علاقة مصالح الأمن الوطني وكافة القوات العمومية العاملة بالجهة الشرقية من قوات مسلحة ملكية، مديرية مراقبة التراب الوطني، المديرية العامة للدراسات والمستندات، الإدارة الترابية، الدرك الملكي، القوات المساعدة، الوقاية المدنية والجمارك. كما أغتنم الفرصة لتجديد الإشادة بالجهود الجبارة والتضحيات الكبيرة التي ما فتئ يبذلها نساء ورجال الأمن الوطني بهذه الجهة من أجل استتباب الأمن والمحافظة على أرواح وممتلكات المواطنين بكل ما يقتضيه هذا الواجب الوطني من جدية وإخلاص وتفاني ونكران للذات في خدمة المصالح العليا للوطن والسهر على راحة رعايا صاحب الجلالة سيدنا المنصور بالله. فهنيئا للنساء ورجال الأمن ومزيدا من التعبية والتضحية والاستماتة في النهوض بواجبنا الوطني المقدس لحماية استقرار الوطن وأمن وطمأنينة المواطنين في تشبث صادق بثوابت الأمة ومقدساتها ووفاء لشعارنا الخالد الله الوطن الملك. كما أنني سعيد بوجود أرامل وأيتام رجال الأمن وكذا متقاعدي الأمن الوطني بيننا لمشاركتنا إحياء هذه الذكرى الغالية، والذين أشكرهم على ما أسدوه للبلد من خدمات جليلة نستحضرها في هذا اليوم التاريخي. كما لا تفوتني الفرصة بهذه المناسبة السعيدة أن أهنئ الموظفين الموشحين بأوسمة ملكية سامية على العناية والتشجيع اللذين أولاهم صاحب الجلالة نصره الله، اعترافا لهم بالخدمات والمجهودات القيمة التي بذلوها أثناء أدائهم لمهامهم في حظيرة هذه الولاية الأمنية، وأدعوهم ومن خلالهم جميع المكونات الأمنية على الاستمرار والمواظبة على نفس النهج القوي. حفظ الله مولانا الإمام وأقر عينه بولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن وصنوه السعيد الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة العلوية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.